Open Telemetry هي Observability Framework بنقدر من خلالها نعمل Generate وكولكت التلمتري داتا وبعدها هنعمل اكسبورت للتلمتري داتا لأي فيندور، وده بيخلي الكود بتاعنا مش معتمد على أي فيندور، ولو حبينا نغير الفيندور مش هنعدل في الكود أي حاجة. وهنا محتاجين نوضح كذا نقطة. يعني ايه اصلا Observability هي اننا نقدر نفهم السيستم بتاعنا شغال ازاي من خلال التلمتري داتا اللي بيعمل لها اكسبورت. طيب ايه التلمتري داتا؟ التلمتري داتا عباره عن 3 حاجات، عباره عن لوجز، ماتريكس، تريسز. اللوجز كلنا عارفينها وهي عباره عن حاجه حصلت في وقت معين، زي مثلا لما بقول logger.log information order process successfully. طيب ماتريكس هي عباره عن شويه اجريجيشن بتدينا هاي ليفل فيو السيستم شغال ازاي، زي مثلا عدد الريكوستس اللي بتحصل على السيستم على مدار اليوم، زي مثلا عدد الفيليرز. نيجي للتريسز. التريسز هي عباره عن الريكوست جيرني من اول الريكوست ما بيبدا لحد ما بيخلص. الريكوست ممكن يعدي على وان سيرفيس او ممكن يعدي على كذا سيرفيس، فالتريسز هتدينا السايكل كلها عن الريكوست. نيجي بقى لنقطه الفندور. الفندور ايه هو؟ الفندور عباره عن اناليسيس تول بنقدر من خلالها نعمل فيجواليزيشن للتلمتري داتا، زي ايه مثلا؟ زي ايجر مونيتور، جرافانا، ياجر، والامثله كتير. ونيجي لنقطة مهمة، ازاي الاوبن تليمتري بيقدر يعمل جنريت وكولكت واكسبورت للتليمتري داتا؟ الاوبن تليمتري عنده كذا كومبوننت بتساعده انه يعمل كده. اول كومبوننت عندنا هي الاي بي اي، والاي بي اي هي اللي من خلالها نقدر نكتب كود يساعدنا اننا نعمل جنريت للتليمتري داتا. والعملية دي كلها اسمها انسترومنتيشن، والانسترومنتيشن نوعين، اوتو ومانيوال. اوتو اننا نستعمل لايبرز جاهزة بتعمل جنريت للتليمتري داتا، مانيوال هو اننا نستعمل الاي بي اي بنفسنا ونكتب الكود اللي يعمل جنريت للتليمتري داتا. وانس اننا عملنا جنريت للتليمتري داتا، هنا بنحتاج نروح على تاني كومبوننت وهي الاس دي كي. الاس دي كي مسؤوليته انه يعمل بروسيس للتليمتري داتا واكسبورت. البروسيس بيشمل اوبريشن زي مثلا السامبلنج او الباتشنج الى اخره. وبعد ما بيحصل البروسيسنج، الاس دي كي بيبعت التليمتري داتا لحاجه اسمها الكوليكتور، والكوليكتور هي الكومبوننت الثالثه اللي هنتكلم عليها. الكوليكتور عباره عن ستاند الون سيرفيس مسؤوليتها انها تستقبل التليمتري داتا وتعمل لها اكسبورت لفيندورز. ومن اهم مزايا الكوليكتور ان هو بيعمل دي كابلنج للابلكيشن بتاعنا من اي فيندور. فلو حبينا نغير بعد كده الفيندور، كل اللي محتاجين نعمله اننا نعدل في الكوليكتور كونفيجريشن. بكده نكون شفنا الاوبن تليمتري كومبوننتس. طيب ازاي نعمل امبلمنت للاوبن تليمتري على اي ابلكيشن عندنا؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده. يلا نبدا. ازاي نعمل سيت اب للاوبن تليمتري؟ خلينا الاول نشوف السوليوشن اللي هنشتغل عليه موجود في ايه. عندنا 3 بروجكتس: موبل ريتشارج اي بي اي، ريتشارج دوت اكسترنال دوت اي بي اي، وولت دوت اي بي اي. عشان نفهم بيتكلموا بعض ازاي، خلينا نشوف اللوجيك اللي موجود جوه الموبل ريتشارج سيرفيس. الموبل ريتشارج سيرفيس عندها اند بوينت مسؤوليتها انها تعمل هاندل لاي موبل ريتشارج ريكوست. ايه اللوجيك اللي موجود جواها؟ بتاخد ريكوست فيه يوزر اي دي وفون نمبر واماونت، بعدها بتعمل كول للولت اي بي اي. ودي السيرفيس الثانيه عندنا مسؤوليتها انها تعمل ديبت لليوزر وولت بعد ما تتاكد ان اليوزر عنده انف بالانس. بعدها بتعمل كول ثانيه للاكسترنال اي بي اي، ودي عباره عن بلاك بوكس سيرفيس بتمثل الريتشارج بروفايدر اللي احنا هنستخدمه عشان نعمل ريتشارج، زي مثلا اتصالات. في الاخر بتعمل ابديت للترانزاكشن ستيتس سواء كانت فيلد او سكسسفول وبترجع الريسبونس. طيب ازاي نضيف اوبزرفابيلتي على الريكوست ده اند تو اند من اول ما بيجي للسيرفيس لحد ما بيخلص خالص، بحيث اننا نقدر نشوف كل الاكتيفيتيز اللي بتحصل على الريكوست، سواء كان الاكتيفيتي ده عباره عن HTTP كول او كان عباره عن داتابيس كول. عشان نعمل كده محتاجين نعمل انستول للاوبن تليمتري. تعال نشوف من الدوكيومنتيشن ازاي نعمل انستول ليها. هتلاقي عندنا على الليفت منيو تاب اسمها Getting Started، جواها بتبني سمبل بروجكت، وده ما يهمناش لاننا عندنا البروجكت بتاعنا. تعال ننزل على الباكجز اللي محتاجين نعمل لها انستول. عندنا 3 باكج. اول 2 باكج هما الاوبن تليمتري اس دي كي. ثالث باكج هي عشان تعمل اكسبورت من الاس دي كي على الكونسول مباشره. وهنا لو فاكر قلنا في الانترو ان الاس دي كي المفروض يعمل اكسبورت على الكوليكتور لان ده الريكومندد ابروتش، فاحنا الباكج دي مش هناخدها معانا. تعال نعمل انستول لاول 2 باكجز. خلينا ناخدهم كوبي. تعال نرجع على الكود بتاعنا، نروح على التيرمينال، ندخل جوه الموبل ريتشارج اي بي اي، نعمل بيست انتر. عملنا انستول للتو باكجز. طيب ازاي نعمل سيت اب؟ تعال نكمل مع الدوكيومنتيشن. لو عملنا سكرول داون هنلاقي عندنا بروجرام فايل جواه الاوبن تليمتري كونفيجريشن. خلينا ناخد الكونفيجريشن دي نضيفها عندنا في البروجرام فايل، بعد كده نتكلم عنها. كوبي، بعد كده نروح على البروجرام فايل، نعمل انتر. خلينا الاول نضيف الميسنج نيم سبيسز، وبعدها نشيل الاد كونسول اكسبورتر لاننا ما نزلناش الباكج بتاعته.
تمام. هتلاقي عندنا تو سيكشنز، اول سيكشن هو لللوجنج وتاني سيكشن هو للتريسز والمتركس. طيب ليه مش سيكشن واحد؟ باختصار لان اللوجنج موجود من قبل كده وليه طريقته اللي بنطبقه بيها في الدوت نت، فعشان ما يغيروش على الطريقه دي زودوا اكستنشن ميثود على اللوجنج بيلدر. انما بالنسبه للتريسز والمتركس فهي ما كانش ليها اي ستاندرد، فبنضيفهم من خلال الاوبن تليمتري ميثود. طيب اول سيكشن بيعمل ايه في اللوجنج؟ باختصار بيخلي اي لوجنج في السيرفيس تيجي على الاوبن تليمتري اس دي كي، مع اضافه حاجه مهمه جدا جوه الكونفيجريشن وهي السيرفيس نيم، والسيرفيس نيم هي اللي بتقول اللوجز جايه من انهي سيرفيس، لاننا لو بنتكلم على ديستريبيوتد سيستم فعندنا كذا سيرفيس بتطلع اللوجز، فمهم جدا تعرف اللوجز جايه من انهي سيرفيس. فخلينا نغير السيرفيس نيم هنا ونخليها موبايل ريتشارج اي بي اي. نروح على السكشن التاني حاطين نفس الكونفيجريشن بتاعه السيرفيس نيم. خلينا نروح للويست تريسنج، ودي اللي عن طريقها بنقدر نبني التريس بيلدر، والتريس بيلدر ده اللي عن طريقه بنبني الريكوست تريس من اوله لاخره. واول كونفيجريشن عندنا في التريس بيلدر هو اكستنشن ميثود اسمها .add ESP net core instrumentation، ودي باختصار بتدي يونيك اي دي لاي ريكوست جايه على السيرفيس. اليونيك اي دي ده اللي بنقول عليه تريس اي دي. البيلدر ده هنكمل عليه، بس خلينا نروح للماتريكس. جوه الماتريكس نفس الكلام، بتاخد عندنا حاجه اسمها ميتر بروفايدر بيلدر، وده مسؤوليته ان هو يدينا بيلد ان ماتريكس. فهتلاقي عندنا اكستنشن ميثود، نفس الاكستنشن ميثود add ESP net core instrumentation، ودي بتدينا شويه بيلد ان ماتريكس زي مثلا عدد الريكوستس اللي على السيرفيس في وقت معين. نرجع بقى للتريس بيلدر، وده اهم جزء عندنا في الكونفيجريشن. احنا دلوقتي عندنا تريس اي دي بيجي مع اي ريكوست جاي على السيرفيس. ايه الاكتيفيتيز اللي محتاجينها تكون موجوده جوه التريس؟ عندنا اتش تي بي كولز، عندنا داتابيس كولز، وكل دول محتاجين نشوفهم جوه التريس. وهنا لو تفتكر قلنا في الانترو عندنا اوتو انسترومنتيشن باكجز بتقدر تضيف تليمتري داتا من غير ما نعملها بنفسنا، ومن اشهر الباكجز دي هي باكج للاتش تي بي وباكج للانتيتي فريم ورك كور. تعال نضيفهم من الدوكيومنتيشن. هتلاقي عندنا سيكشن اسمه لايبريز، جوه اللايبريز بيقول لك ازاي تنزل اي انسترومنتيشن باكج. اعطينا نيم كونفنشن ليها، بيقول لك دايما سيرش باوبن تليمتري دوت انسترومنتيشن دوت اسم الباكج. طيب في حاله الاتش تي تي بي هيكون اسمها ايه؟ هيكون اسمها اوبن تليمتري دوت انسترومنتيشن دوت اتش تي تي بي. خلينا ناخد الباكج كوبي ونعمل بيست في التيرمينال، انتر. عملنا انستول لل HTTP. بنفس الطريقه هنعمل انستول للانتيتي فريم ورك كور عن طريق ان احنا نغير ال HTTP بانتيتي فريم ورك كور. بعد ما نزلنا الباكجز بنحتاج نقول للتريس بيلدر زود ال HTTP اكتيفيتي والانتيتي فريم ورك كور اكتيفيتي. تعال نضيفهم. فهتلاقي عندنا اكستنشن ميثود ثانيه دوت اد HTTP client instrumentation، ونفس الكلام للانتيتي فريم ورك اد entity framework core instrumentation. طيب كده خلصنا كل السيت اب اللي محتاجينه للاوبن تليمتري اس دي كي. كل اللي محتاجين نعمله اننا ناخد نفس الكونفيجريشن ونحطها في الوالت اي بي اي، بما ان الوالت اي بي اي هي عباره عن انترنال سيرفيس واحنا محتاجين نشوف الريكوست تريس اند تو اند. خلينا ناخد الكلام ده كله كوبي ونروح على الوالت اي بي اي بروجرام فايل ونعمل بيست. خلينا نغير في السيرفيس نيم نخليها والت اي بي اي، وتعالى ننزل الباكجز اللي نزلناها في السيرفيس اللي هناك. خلينا نروح على الموبايل تشارج اي بي اي، ناخد الباكجز كوبي من السي اس بروجكت. عندنا 4 باكجز كوبي، ونروح على الوالت اي بي اي سي اس بروجكت ونعمل بيست. بعد كده خلينا نعمل بيلد للوالت اي بي اي. تعال نضيف النيم سبيسز الاول. تمام. نعمل بيلد تاني. تمام كده عندنا السيت اب موجود للاوبن تليمتري اس دي كي في الوالت اي بي اي وفي الموبايل تشارج اي بي اي. الخطوه اللي بعد كده اننا نعمل اكسبورت على الكوليكتور. ازاي نعمل اكسبورت على الكوليكتور؟ تعال نشوف الدوكيومنتيشن. عندنا على الليفت منيو تاب اسمها اكسبورترز، جواها هتلاقي سيكشن اسمه كوليكتور سيت اب. وهنا في نقطتين. اول نقطه ان الكوليكتور عباره عن ستاند الون سيرفيس، فاحنا الاول محتاجين نقوم السيرفيس دي عندنا، فعشان كده اعطينا دوكر ايمج نقدر نقوم بيها كوليكتور كونتينر. تاني نقطة ازاي نعمل كونفيجر للكوليكتور، وهنا بيجي دور اليامل فايل ده اللي بنعرف فيه الريسيفرز وهي ايه الاند بوينت اللي هنستقبل عليها التليمتري داتا، والاكسبورترز وهي ايه الفندرز اللي هنطلع عليهم التليمتري داتا. وهنا تكون فاضلة حاجة مهمة عشان نكمل الصورة بتاعة الكوليكتور. ازاي نقول للسيرفيسز اللي عندنا تطلع التليمتري داتا على الاند بوينت اللي الكوليكتور عامل لها كونفيجريشن، وده كونفيجريشن بسيط جدا. كل اللي محتاجين نعمله نفس الكونفيجريشن اللي كانت عندنا، اننا نضيف عليها اكستنشن ميثود جديده اسمها add OTLP exporter،
ودي باي ديفولت بتطلع التليمتري داتا على الاند بوينت دي اللي هي اوريدي موجوده في الكوليكتور كونفيجريشن. لو حابين نغير الاند بوينت بعدين عشان برودكشن ديبلويمنت فور اكزامبل، بنقدر نعمل كده من خلال اننا نقول له الاند بوينت سبيسيفيكلي جوه الاوبشنز بتاعه الاوبن تليمتري اكسبورتر. خلينا نرجع على اليامل فايل تاني بتاع الكوليكتور، وهنا هتلاقي عندنا سيكشن ثالث اسمه سيرفيس، وجوه السيرفيس دي عندنا حاجه اسمها بايب لاين. البايب لاين هي اللي من جواها بنعرف بايب لاين لكل تليمتري تايب عندنا وبنربط فيه الريسيفر مع الاكسبورتر. تعال بقى نطبق الكلام ده في الكود. اول حاجه محتاجين نعملها اننا نجهز السيرفيس انها تعمل اكسبورت على الكوليكتور. فخلينا ناخد الاكستنشن ميثود اللي موجوده في الكونفيجريشن ونرجع على الموبل ريتشارج بروجرام فايل، وهنا جوه البروجرام فايل عندنا لوجينج وتريسز وماتريكس محتاجين كل واحده تعمل اكسبورت على الكوليكتور. فخلينا نبدا باللوجينج اوبشنز دوت ونعمل بيست، وهنا عطينا كومبايل ايرور عشان الميثود دي في الحقيقه محتاجه باكج ثانيه. الباكج الثانيه اسمها ايه؟ تعال نجيبها من الدوكيومنتيشن، اسمها OpenTelemetry.exporter.OpenTelemetry_protocol. خلينا ناخدها كوبي ونرجع على التيرمينال ونعمل بيست ونقول له انتر. تمام، عمل لها انستول. تعالى نضيف النيم سبيس. تمام، نفس الكلام هنعمله للتريسنج، اننا نقول له دوت اد OpenTelemetry_protocol exporter. نفس الكلام هنعمله للماتريكس، وبكده نكون قلنا للاس دي كي اعمل اكسبورت على الكوليكتور. خلينا نعمل نفس الكلام ده بالظبط في الوالت اي بي اي برضو. فخلينا ناخد الكونفيجريشن دي كوبي ونحطها في البروجرام فايل بتاع الوالت اي بي اي، وتعالى نضيف الباكج اللي محتاجينها تاني بس المره دي جوه الوالت اي بي اي. خلينا نضيفها من التيرمينال، فخلينا نرجع خطوه لورا cd دوت دوت وتعالى ندخل جوه الوالت اي بي اي. تعالى نضيف الباكج وكده نكون عملنا انستول. خلينا نضيف النيم سبيس. تمام، كده نكون جهزنا الوالت اي بي اي انها تطلع التليمتري داتا على الكوليكتور. خلينا نقوم الكوليكتور. خلينا نجيب الكونفيجريشن فايل من الدوكيومنتيشن كوبي، وانا عندي هنا انفرا فايل. خلينا نحط الكونفيجريشن فايل جواه add file collector -config.yaml، وتعالى نعمل بيست للفايل هنا. بعدها تعالى نعمل رن للدوكر ايمج. خلينا ناخد الكوماند ده من الدوكيومنتيشن، والكوماند ده المفروض يرن من الانفرا فولدر نفسه. فتعالى نرجع للانفرا فولدر نعمل ls. الانفرا فولدر موجود جوه الموبل ريتشارج فولدر. خلينا ندخل جوه الانفرا وتعالى هنا نعمل بيست للكوماند ونقول له رن. تمام، الكوليكتور دلوقتي شغال. ايه اللي المفروض نعمله دلوقتي؟ المفروض اننا نبدا نتست السولوشن ونشوف التليمتري داتا اللي هتيجي على الكوليكتور. عشان نقدر نشوف الكوليكتور لوجز قدامنا واضحه، خلينا نعمل فلوت للويندو فيو مود فلوت، وتعالى بعد كده نعمل رن للسولوشن بتاعنا. خلينا نعمل رن للوالت الاول، تعالى نعمل رن بعد كده للريتشارج اكسترنال اي بي اي، وبعدها نعمل رن للموبل ريتشارج اي بي اي. وتعالى نروح على ال HTTP فايل اللي موجود جوه الموبل ريتشارج اي بي اي ونبعت ريكوست، وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل في الكوليكتور. send، وهنا بدأنا نشوف لوجز بتظهر على الكوليكتور. تعالى نكبر الشاشة دي شوية وتعالى نبص على اللوجز اللي موجودة جوه الكوليكتور. خلينا نبص على المين اكتيفيتيز اللي موجودة. المفروض هنلاقي كول على الداتابيس، وهنلاقي المفروض لوجز على ال HTTP كولز اللي عملناها. تعالى نعمل سكرول اب. طبعا اللوجز هنا مش واضحه قوي لاننا محتاجين فيجواليزيشن تول في الاخر عشان نقدر نفهم منها التريسز بشكل كويس، بس احنا هنا محتاجين بس نشوف ان في HTTP كولز حصلت. فهتلاقي هنا مثلا في كول على الاي بي اي والت ديبت. لو نزلنا شويه تاني هتلاقي ان في اكتيفيتي للسيكوال داتابيس كول. هتلاقي ان في لوجز للماتريكس نفسها اللي بيحصل لها ميجر خلال ما الابلكيشن ما بيكون شغال، وهكذا. وبكده نكون خلصنا جزء الانتجريشن مع الكوليكتور. الخطوه الجايه اننا نعمل فيجواليزيشن للتليمتري داتا باستخدام فيندورز. ازاي نضيف الفيندور على الكوليكتور؟ مبدئيا عندنا نوعين من الفيندورز، كوميرشال فيندور واوبن سورس فيندور. في معظم الانتربرايز ابلكيشنز بنستخدم الكوميرشال فيندور. زي ايه مثلا؟ زي ايجور مونيتور، وده لاننا مش بنحتاج نعمل مانج لاي انفراستراكشر والانتجريشن معاه بيكون سهل جدا. تعالى ناخد اكزامبل على كوميرشال فيندور زي مثلا الايجور مونيتور. عشان نضيف الايجور مونيتور عندنا في الكوليكتور كل اللي محتاجين نعمله تحت السكشن بتاع الاكسبورترز اننا نضيف انذر اكسبورتر اسمه ايجور مونيتور، وهنا نقول الكونكشن سترينج بتاع الايجور مونيتور.
وبعد ما بنضيف الاكسبورتر بنحتاج نزود اسم الاكسبورتر تحت التريسس بايب لاين بالشكل ده ايجر مونيتور، ونفس الكلام بنعمله للمتريكس وبنعمله لللوكس. وبالسهوله دي نكون قلنا للكوليكتور اعمل اكسبورت على الايجر مونيتور من غير ما نعدل في الكود اللي موجود في الابلكيشن خالص. وبما اننا مش هنقدر نجرب الايجر مونيتور عشان ما عندناش سبسكريبشن، تعالى نجرب اوبن سورس فيندور. خلينا نشيل السكشن بتاع الايجر مونيتور ونبدا نتكلم على الاوبن سورس فيندور. في الحقيقه الاوبن سورس فيندور شويه بيبقى تريكي. مبدئيا كل تليمتري تايب بيبقى عنده فيندور مختلف، مش زي الكوميرشال فيندور اللي بيشتغل على كل تايبس. طيب ايه الاوبن سورس فيندورز اللي هنستخدمها عندنا؟ لو هنتكلم على تريسس هنستخدم حاجه اسمها ياجر، لو هنتكلم على ماتريكس هنستخدم حاجه اسمها بروميثيوس، لو هنتكلم على لوجز هنستخدم حاجه اسمها لوكي. وطبعا قبل ما نعدل في الكوليكتور محتاجين نكون مقومين كل الانفراستراكشر دي. انا اوريدي عامل الكلام ده، فخلينا نضيف الفايلز اللي محتاجينها. تعال نروح على الانفرا، رايت كليك اوبن ان فايندر، تعال اروح للدوكيومنتس، هتلاقي عندي انفرا فولدر هنا. تعال ناخد كل الفايلز دي كوبي ونرجع للبروجكت بتاعنا جوه الانفرا فولدر عندنا، نعمل بيست. تعال نرجع للسولوشن بتاعنا تاني، هتلاقي هنا عندي 4 فايل. اول فايل محتاجين نبدا بيه هو الدوكر كومبوز. الدوكر كومبوز هو اللي بنقوم فيه كل الانفراستراكشر اللي محتاجينها. فهتلاقي عندي الاوبن كوليكتور اللي كنا بنعمل له ران مباشره عن طريق دوكر ران كوماند، حاطينه هنا في الدوكر كومبوز فايل بما اننا عندنا انفراستراكشر محتاجين نقومها. هتلاقي عندي سيكشن للبروميثيوس بنقول جواه اسم الايمج اللي محتاجين نعمل منها كونتينر، البورتس اللي بيعمل ليسن عليها، الكونفيجريشن فايل اللي بروميثيوس بيقرا منه الكونفيجريشن. نفس الكلام عندنا ياجر، ايه الايمج اللي بنستخدمها، ايه اسم الكونتينر نيم، نفس الكلام للوكي. وفي الاخر حاطين كونتينر لجرافانا لاننا مش هنقدر نعمل فيجواليزيشن من على لوكي، والفيجواليزيشن على بروميثيوس سيء جدا، فهنستخدم جرافانا عشان نشوف اللوجز من لوكي والماتريكس من بروميثيوس. تاني فايل محتاجين نشوفه هو الاوبن تليمتري كونفيجريشن، وده نفس الفايل اللي اتكلمنا عنه قبل كده، بس هنا زودنا اكسبورتر لياجر واكسبورتر لبروميثيوس واكسبورتر للوكي، وعدلنا على البايب لاينز. الفايلز التانية اللي عندنا هي عبارة عن كونفيجريشن خاصة ببروميثيوس وكونفيجريشن خاصة بلوكي، مش هنتكلم عنهم كتير عشان ما نطلعش بره الاوبن تليمتري. تعالى نقوم الانفراستراكشر دي عندنا، بس خلينا الاول نمسح الفايل بتاع الكوليكتور القديم لان بقى عندنا فايل جديد دلوقتي، وفي نفس الوقت خلينا نوقف اي كونتينر كان شغال قبل كده. فخلينا نروح لدوكر ونعمل ستوب للكوليكتور اللي كان قايم قبل كده، وتعالى نرجع للبروجكت بتاعنا ونروح على التيرمينال. خلينا نعمل دوك للتيرمينال تاني، وتعالى هنا نقوم الدوكر كومبوز فايل، دوكر كومبوز اب داش دي، ونقول له انتر، قوم لنا كل الانفراستراكشر. تعالى قبل ما نبعت اي ريكوست خلينا نشوف اليو اي بتاع الفندرز اللي قومناهم. خلينا نروح على جوجل كروم، وعشان ناكسس ياجر بنأكسسه من على بورت 16686، وده شكل اليو اي بتاع ياجر. تعالى نفتح بروميثيوس لوكال هوست، البورت بتاعه 9090، وده شكل بروميثيوس. لوكي ما عندوش يو اي. وتعالى نفتح جرافانا بالمره، لوكال هوست 3000. كده فتحنا كل اليو اي بتاع الفندرز اللي عندنا. طبعا بروميثيوس شكل الماتريكس عنده سيء جدا، ولوكي ما عندوش يو اي. فتعالى نظبط جرافانا انها تعرض الكلام ده عندها عن طريق اننا نضيف الداتا سورسز للوكي وبروميثيوس. نروح على داتا سورسز ونضيف داتا سورس. تعالى نضيف داتا سورس لبروميثيوس، ندخل اليو ار ال http://prometheus البورت 9090، ونقول له سيف اند تيست، ونضيف داتا سورس تاني للوكي، اليو ار ال http://loki البورت 3100. تعالى نعمل سيف اند تيست. ايه اللي هنعمله بعد كده؟ اننا نعمل داشبورد نعرض فيها الماتريكس اللي جايه من الداتا سورس بتاع بروميثيوس. فتعالى نعمل كريت لداشبورد، هنقول له امبورت داشبورد. عندنا ماركت بليس نقدر نجيب منه داشبورد بيلد ان، فتعالى نعمل سيرش على داشبورد اسمها esp.net ونعمل كوبي للاي دي بتاع الداشبورد. نرجع على جرافانا نعمل بيست ونقول له لود، بعد كده نختار الداتا سورس بروميثيوس امبورت، وعملنا كده داشبورد للابلكيشن بتاعنا. ما فيهاش اي داتا لحد دلوقتي. تعالى نبعت بقى ريكوست ونشوف الموضوع هيبقى شكله عامل ازاي.
خلينا نرجع للابلكيشن عندنا ونبدا نبعت ريكوست. تعال نروح للموبل ريتشارج اي بي اي ونقول send. راح الريكوست insufficient balance. تعال نغير اليوزر اي دي بقى ريتشارج سكسسفول. تعال نبعت كذا ريكوست عشان نشوف لوجز كتيره. تمام، تعال نرجع نشوف اللوجز عندنا. رجعنا على بروميثيوس. بروميثيوس بياخد وقت في العاده، بس على طول رجع ان في 2 ريكوست حصلوا، ورجع ال 2 ريكوست على الاي بي اي ريتشارج، واعطينا شويه ماتريكس هنا على الديوريشن بتاع الريكوست. تعال نشوف ياجر. لو عملنا ريفرش هتلاقي ان بقى عندنا 3 سيرفيس للموبل ريتشارج اي بي اي، سيرفيس للوالت اي بي اي. خلينا مع الموبل ريتشارج، وخلينا نقول الاوبريشن اللي عايزينها هي بوست اي بي اي سلاش ريتشارج فايند تريسز. اعطانا كذا تريس هنا. تعال ندخل جوه اخر تريس وتعال نشوف اللي حاصل هنا في التريس ده. مبدئيا عندنا موبل ريتشارج ريكوست. لو دخلنا جوه التاجز هنلاقي الراوت بتاعنا، من جواه هتلاقي ان في كول تانية حصلت على الوالت ديبت، وتحت الريكوست هتلاقي الريسبونس اللي راجع من الوالت سيرفيس ان هو 400. وهنا جايب لنا حتى الداتابيس كول اللي حصلت جوه الوالت اي بي اي، وده لاننا حاطين الاوبن تيليمتري سيت اب على الوالت اي بي اي وعلى الموبل ريتشارج اي بي اي، فهو قادر يعمل كورليشن ما بين اللوجز ويورينا شكل الريكوست كامل. في الاخر خالص في اكتيفيتي على الريتشارج داتابيس في الموبل ريتشارج اي بي اي. لو دخلنا جواها مش هتلاقي تفاصيل كتيره قوي، بس لو عايزين حتى نعرض الكويري نفسها بتاعه الداتابيس هنقدر نعمل كده عن طريق اننا نعدل في الكونفيجريشن اللي موجوده في التريس بيلدر. وبكده نكون شفنا شكل التريس في ياجر وشفنا الماتريكس. فاضل بس اننا نشوف اللوجز بتاعت لوكي. فخلينا نرجع على جرافانا تاني، وهنا هتلاقي عدد الريكوستس زاد لاننا فعلا عملنا كذا ريكوست، بس في العاده الداشبورد بتاخد وقت عقبال ما ترفلكت. تقدر تعدل في السيتنج عشان نعمل ريفريش اسرع من كده، بس ده مش موضوعنا قوي. خلينا نروح لللوجز هنا. ولو رحنا لللوجز هنا هتلاقي اللوجز اللي حصلت في الابلكيشن. كل لوج معاه حاجه اسمها تريس اي دي. لو خدنا التريس اي دي وحبينا نشوف مثلا اللوج ده حصل في انهي تريس، عن طريق التريس اي دي نقدر نروح لياجر ونعمل سيرش بالتريس اي دي ونقول له انتر. جاب لنا التريس ده اللي احنا اصلا واقفين عليه. وبكده نكون شرحنا الاوبن تيليمتري من اولها لاخرها. بدانا بالاوبن تيليمتري كومبوننت، فهمنا كل كومبوننت بتعمل ايه. بعد كده شفنا ازاي نعمل سيت اب للاس دي كي، وبعد كده ازاي نعمل انتجريشن مع الكوليكتور، ومن الكوليكتور ازاي نعمل اكسبورت للداتا على ديفرنت فيندورز. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وسلام.